الناس اللي كانت بتسألني الكورة في مصر رايحة في 60 داهية ليه؟ الناس اللي كانت بتسألني ما عادش حد بيخش ماتشات منتخب مصر ليه؟ الجمهور ما عادش بيروح ورا منتخب مصر ولاعيبة منتخب مصر ليه؟ اسمع بقى ايه اللي وصل الكورة في مصر للي احنا فيه حاليا. بجد اسمع وركز. يبقى هيلعب، يبقى كده هو ما بيجربش جديد، ما بيعملش يبقى هو خايف، عايز ياخد العلامه الكامله وخلاص. لا هو لسه احنا ما نعرفش هو هيعمل ايه، ما تقولش هو خايف لسه لا كابتن. ما بص، اه هو انت دلوقتي مين اقوى واحد مش محترف؟ بني ادمين. صلاح. ما جبتوش. الناس دي مش تمام. بني ادمين، مش كان خاصة خايف. الشخص ده. لا، ما دي ليها ابعاد بقى. خليك ناصح، سلام على ابعاده. خليك ذكي. انا بسالك. ما انا بقول لك هو مش عايز صلاح طول ما هو موجود في المنتخب، لان بيكسب صلاح. هي دي ابعادك. اه طبعا. ماشي. وابعاده هو. هو بيبعده من ناحيتين، ان ما يبقاش سبب صلاح سبب المكسب، وفي نفس الوقت ان هو يعديه في الاهداف. يا جماعة هو ده عادي؟ وانتهاته بقى في الماتشات دي يجيب له 3 4 هو اللي بيحصل ده عادي؟ يبقى بجد مش ممكن يكون في بني ادم بيفكر بالعقليه دي عندنا وعايزين يبقى عندنا كوره. المشكله ان ده احنا بنطلعه على منصات وبيطلع يتكلم في الاعلام الرياضي، وفي ناس بتطلع تستضيفه وبيدوله الافات الدولارات، والمفروض ان هو لاعب كوره سابق وللاسف لعب اهلي وزمالك. جماعه شايفين العقليه دي؟ اقسم بالله عمرنا ما هيبقى عندنا كوره. شايفين الراجل بيقول ايه؟ شايفينه اساسا بيتكلم في ايه؟ الكرة المصرية إنا لله وإنا إليه راجعون. صباحكم زي الورد.